درس النهارده يا شباب ان شاء الله اسمه have got has got. طبعا احنا خدناه في القراءه، خدنا have got وhas got في القراءه واحنا بنقرا كده اشتغلنا قعدنا نقول have got وhas got وخدنا عنهم فكره. الاول لازم اعرف يعني ايه have got ويعني ايه has got. have got وhas got معناهم بالعربي عندي او لدي او عنده او لديه. طيب يا مستر مش في حاجه اسمها have وhas؟ ايه الفرق ما بين have got وهاف وهاز جت وهاز؟ اهو بص كده معايا، انت عندك هاف جت بتساوي هاف، عندك هاز جت بتساوي مين؟ بتساوي هاز. ايه يا مستر الفرق ما بينهم؟ قال لك الفرق ما بينهم ان انت تقدر تستخدمهم الاثنين بمعنى عندي او لدي، يعني الاثنين معناهم عنده او لدي، دي مع الجمع ودي مع الايه؟ مع الجمع. بس قال لك لو انت هتستخدم كلمة هاف بمعنى يتناول، في الحالة دي ما ينفعش تستخدم كلمة هاف جت. مش فاهم يا مستر؟ اديني مثال. بص يا سيدي، لو انا جيت قلت لك مثلا I have got a car بتساوي I have a car. بص ركز كده، I have got a car هياها I have a car، الاثنين نفس المعنى، مفيش فرق في المعنى. ليه؟ لأن هاف هنا جت بمعنى إيه؟ بمعنى أمتلك أو عندي أو لدي. طب بص كده، أنا قلت لك دلوقتي I have some bread. هنا هاف معناها إيه؟ أتناول، أنا أتناول بعض الإيه؟ بعض الخبز. طب ينفع في الحالة دي أقول I have got some bread؟ قال لك في الحالة دي ما يساووش بعض. ليه؟ لأن هاف جت مش معناها يتناول، معناها يمتلك بس. يبقى هما بيساووا بعض في معنى واحد اللي هو معنى إيه؟ يمتلك أو عنده أو لديه. لكن لو اختلف المعنى، لأن هاف ليها كذا معنى، هاف معناها عنده أو لديه أو يتناول، صح؟ مش ليها كذا معنى؟ قال لك لو معناها يمتلك أو لديه يبقوا شبه بعض. يعني هاف بتساوي هاف جت في معنى واحد اللي هو عندي أو يمتلك أو لديه. طب لو جينا هاف بمعنى يتناول، ساعتها مش هيبقوا بيساوي ايه؟ سهل الكلام ده؟ طيب احنا عرفنا دلوقتي يعني ايه هاف جت ويعني ايه هاز جت. دلوقتي انا عايز اعرف امتى استخدم هاف وامتى استخدم هاز. هنقسمهم بقى اتنين كده، هاف جت والتانية اسمها هاز جت. يعني ايه هاف جت؟ قلنا يعني يمتلك. يعني ايه هاز جت؟ يعني يمتلك. هاف دي بتيجي مع have got بتيجي مع يا اما I يا اما you يا اما we يا اما they. تاني have got بتيجي مع I واليو والwe والthey، زود عليهم اي اسم جمع. يعني لو انت لقيت اي اسم جمع تشتغل بكلمة ايه؟ have. طب لو لقيت I have، طب you have، طب we have، طب they have. طب امال has مع مين؟ مع الهي والشي والهي. الله ينور عليكم. او اي اسم ايه؟ ها؟ او اي اسم مفرد. يبقى هي والشي والهي او اي اسم مفرد. اسم مفرد. طيب يا مستر بعد هاف جت وهاز جت بكتب ايه؟ بتكتب الحاجه اللي انت بتمتلكها او الشيء اللي انت بتمتلكه. يعني مثلا لو انت عندك لحيه، اسم الشيء. لو انت عندك لحيه، انا مثلا بتكلم عن نفسي، انا عندي لحيه، او قايل ايه؟ I have got a beard. I have got a beard يعني انا لدي سهل خالص اهو. طيب عايز اقول مثلا بالانجليزي هو لديه شنب. خدنا شنب يعني ايه؟ mustache. عايز اقول هو لديه شنب، اقول ايه؟ he has mustache. تعال نكتب الامثال هنا وناني. I have got a beard يعني أنا لدي لحية. طيب تعال نجرب مثال تاني. He has got a mustache. mustache اللي هو الإيه؟ الشنب أو الشنب. طيب ده كله كلام سهل. يبقى أنت دلوقتي لازم تركز إن الهاف مع الآي واليو والوي والذي واسم جمع، والهاز مع الهي والشي والإف أو أي اسم إيه؟ طيب جميل جدا. يجي لك بقى يقول لك صحح ما تحته خط. ركز يلا في الكلام ده. يقول لك my sister have got a dog.
My sister have got a dog. have. قول يا محمد. احنا لازم نجيب في الاول. نشيل. لا طبعا لازم تبدا بالفاعل طبعا. قول يا محمد. has got. ما ينفعش مع my sister المفرد اقول have، امال اقول ايه؟ has. يبقى my sister has got a doll، يعني اختي لديها عروسه لعبه او لعبه. طيب يجي لك في التصحيح برضه، ركز يلا. يقول لك مثلا we has got a big house. هنرفع ايدينا قول يا مريم. طبعا بدل هاز هتبقى هاف. ليه؟ عشان الفاعل وي. خلاص يبقى الاجابه هاف. طيب ركز يلا معايا كمان مره. يقول لك مثلا they are، ركز يلا، they are got a car. قول يا ايه؟ طبعا have. يا مستر في عيال كده اول بتتلخبط، اول ما اشوف ار يقول لك ايه؟ نخليها از، صح؟ بدل ار نخليها ايه؟ از. ايوه شاطر. في عيال بتتلخبط كده يقول لك اول ما يقول لك ار يقوم جايب مكانها ايه؟ از. اول ما يلاقي از يجيب مكانها ايه؟ لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع انت لازم تفهم. انت عندك كلمه جت. جت دي مرتبطه عليك، مرتبطه بهاف وهاف. يعني اول ما تلاقي كلمه جت يبقى شغلك يا بهاف طبعا حسب مين؟ حسب الفاعل. يبقى الاجابه they have got a car، يعني هم لديهم ايه؟ لديهم سياره. طيب يا مستر احنا عاوزين نتعلم ازاي ننفي الجمله. ناخد النفي بقى. ازاي انفي الجمله باستخدام have got و has got؟ يا ترى يا مستر اجيب don't و doesn't والحاجات دي و didn't والحاجات دي كلها؟ قال لك لا. قال لك كلمه have got اساسا و has got هما عباره عن كلمه في زمن المضارع التام. هنا have got و has got في زمن كده اسمه زمن الايه؟ المضارع التام، احنا لسه هندرسه ان شاء الله. لما تحب تنفي have got و has got بتقول haven't got hasn't got، يعني ولا بتجيب don't ولا doesn't ولا اي حاجه. تاني اهو لما نحب ننفي have got او has got نفيهم ايه؟ haven't got hasn't got. يبقى النفي بتاعنا بنبدا بالفاعل، يبقى لازم محمد مين يكون في الاول؟ الفاعل اللي احنا قلنا من شويه اللي هو الاي واليو والوي والذي، او اي اسم ايه؟ جمع. والهي والشي والات او اي اسم ايه؟ طيب بنجيب الاول الفاعل، بعد ما نجيب الفاعل بنجيب كلمه haven't خليها haven't او hasn't، وبعدين كلمه got. لازم يا مستر got. طب ما تمشيش get جي اي تي؟ ما ينفعش جي اي تي، اصل بيجينا في التصحيح ساعات. تعال نشوف دلوقتي مع بعض الفعل وهافنت جت او هازنت جت زائد باقي الكلام او باقي الجمله. طيب تعال نجرب مثال. عايز اقول مثلا انا ما عنديش شعر ناعم، يعني انا مش شعري ناعم، فعايز اقول بالانجليزي انا ليس لدي شعرا ناعما. اقولها ازاي؟ هنرفع ايدينا. قول يا يوسف. I بعد كده هنجيب haven't got. عايز بس اقول لك على ملحوظه يا يوسف، مع كلمه hair اوعى تجيب اداه ايه؟ نكره. مفيش لان hair uncountable noun، يعني اسم لا يعد، ما ينفعش نحط معاه يبقى I haven't got long hair او straight hair. طيب عكس كلمة straight ايه؟ عكس كلمة straight ايه؟ curly. يعني ممكن بدل ما اقول I haven't got straight hair اقول ايه؟ I have got curly hair، زي ما قلت لك من شوية في الواجب. طيب ركز يلا في التصحيح ده، صحح معايا الخطأ. she doesn't have got. ثواني. She doesn't have got a red dress. ركز نرفع ايدينا. قول يا مريم. رفع ايديك يا مريم بهدوء كده. الإجابة hasn't. طب يا مستر ما تمشيش نخليها isn't. طب don't have. لا يا حبيبي، قال لك أول ما تلاقي كلمة got يبقى شغلك بهاف أو هاز. طب في النفي عشان لقينا شيء حط هاف، يبقى ده كله يتشال، حط مكانه كلمة hasn't got.
يبقى she hasn't got a red dress. هي ليس لديها فستان احمر، ما عندهاش فستان. نعم؟ ده الشرح بتاعنا سهل، ده سهل مفيش اي مشكله خالص، بس ماليش حد بيتلخبط فيه بقى. طيب اما اجي اقول لك مثلا احمد hasn't get blue eyes. عمر بيتكلم طلع في الفيديو. احمد hasn't get blue eyes. احمد hasn't get blue eyes. ها الصح بدل get تبقى ايه؟ تبقى got. ما ينفيش حاجه اسمها get، يبقى hasn't got haven't got. طيب يا مستر الكلام ده سهل جدا، انا حاسس ان هو سهل ومستسهله كده. ناخد بقى لايه؟ السؤال. في كام نوع من الاسئله؟ 2. سؤال بهل؟ طب لو هو سؤال بهل ابدا بايه؟ ايوه اللي هو هيبقى مين؟ هاف او هاز. يا مستر يعني ما نجيبش دو داز وكده. بص يا حبيبي ده زمن اسمه زمن المضارع التام. مفيش ولا دو ولا داز ولا از ولا ار ولا اي حاجه. هي هاف وهاز هم الفعل المساعد اللي انت بتستخدمهم سواء في الاثبات او في النفي او في السؤال. تاني اقول تاني الجمله دي. هاف وهاز هم هنا الفعل المساعد اللي احنا بنستخدمهم في الاثبات وبنستخدمهم في النفي وبنستخدمهم برضه في السؤال. مش انت حافظ تكوين السؤال؟ فعل مساعد. برافو عليكم. طب ادي الفعل المساعد بتاعي، بعد كده اجيب مين؟ طب مين يقول لي الفعل هيبقى ايه؟ الفعل هيبقى ايه؟ اللي عارف يرفع ايده. مين قاعد مصحصح؟ ايه الكلمه الناقصه؟ ايه الكلمه اللي فاضله؟ ايوه برافو عليكي. كلمه ايه؟ كلمه جا. ممتازين كلكم شطار، مش هنمسك في بعض عشان مين اللي قال. يبقى الفاعل بعد كده كلمه جا اهو. ايه اللي حصل؟ احنا عجزنا بس الكلام ده. خلينا هاف وهاز هم اللي في البدايه وبعد كده الفاعل وبعد كده كلمه جا. يعني يا مستر ما تمشيش جات عشان ده سؤال. ده سؤال يا مستر بنحط الفعل في مصدر. قال لك اول ما تشوف هاف وهاز لازم يكون بعدهم فعل في حاجه كده اسمها التصريف الثالث اللي احنا بنحفظه. طيب يبقى هاف او هاز والفعل وكلمه جت وبعد كده باقي السؤال بتاعك. هسألك سؤال يلا يا آية. هسألك يلا سؤال. هاف ركز يلا يا شباب. يو الفعل هنا كلمة ايه؟ Have you got glasses? Have you got glasses? Have you got glasses? What does it mean? ده معناه ايه؟ Have you got glasses? مين يترجم السؤال؟ قول يا محمد. هل لديك نظارة؟ Have you got glasses؟ عندك نظارة ولا مش عندك؟ في الإجابة تقولي إيه؟ حاضر. في الإجابة نقول إيه؟ Yes I have. يا مستر ما تمشيش Yes I do. لا هي Yes I have أو تقول Yes I have got glasses. دي كده اسمها short answer إجابة مختصرة. يا إما تجاوب إجابة كاملة بقى تقول Yes I have got glasses. سهل الكلام ده؟ طب نسأل سؤال تاني. الأول عايزين نصحح الخطأ. هنا في حاجة غلط، مش هقول لك إيه الخطأ، أنت المطلوب منك تكتشفه. مين عارف؟ قول يا إياد قول. has got. أحط كلمة got فين؟ بعد has غلط. ها يا حبيبي قول. يو بعد ثواني نسمع زميلتنا. ايوه برافو عليك. الخطأ في كلمة جدا مطلوب مني اخليها ايه؟ اخليها got. Has your father got a beard؟ هل باباك لديه ايه؟ لحية؟ طب ليه يا مستر؟ هنا جايب لي كلمة your وانت قايل has. ايوه برافو عليك صح. عشان your father هو الفاعل. باباك فاعل ايه ده؟ مفرد ولا جامع؟ مفرد. بالظبط. يعني مش اول ما تشوف كلمة your. طب مين يقول لي your هنا ايه؟ نوعها ايه؟ نوعها ايه من الضمائر؟ يا ترى هي ضمير ملكية ولا صفة ملكية ولا ضمير فاعل ولا ضمير مفعول؟ صفة ملكية. كلمة يور هنا صفة ملكية، واحنا كنا قلنا قبل كده ان الصفات الملكية لا تترجم وحدها، يعني ما ينفعش تقول لي يور لا ترجمة، لازم تترجم اليور والاسم اللي ايه؟ طب يور فاذر معناها ايه؟ باباك انت، ابوك انت. هل باباك لديه لحية؟ طيب جميل.
عايزين نجاوب على السؤال ده. هل باباك لديه لحيه؟ عنده لحيه؟ هنجاوب بايه؟ كتبنا يس. نعمل ستوب. طب بعد ما نكتب كلمه يس اكتب اي. اكتب اي. ايوه شاطر. اكتب هي. طب بعد ما اكتب هي اكتب هاز. يبقى يس هي هاز. دي كده اجابه مختصره. يا اما تقولي ها يس هي هاز جوت ا بير. طيب جميل جدا. دلوقتي احنا اتعلمنا ازاي نعمل السؤال بهل وازاي نجاوب عليه. شوف معايا كده بقى. في المحادثات يجي لك يقول لك ايه؟ ركز عشان الناس تعرف تحل محادثه تتعلم بقى. الكلام ده بيجي في المحادثه. يجيب لك جمله ويقول لك اعمل عليها انت الايه؟ السؤال. ركز هنا بقى. ادي السؤال اهو. طبعا احنا اتعودنا ان في المحادثه بيجيب لي يا اما كلمه ناقصه يا اما كلمتين يا اما ثلاثه يا اما يجيبها لي ايه؟ فاضيه خالص. لو جاب لك جمله بيقول لك yes I have got a brother. Yes I have got a brother. مطلوب منك تكون على الكلام ده سؤال. في الكتاب احيانا بيجيب لك مثلا يقول لك نقط فاضيه كده ويجيب لك في الاخر كلمه ايه؟ a brother. مطلوب منك هنا حوالي 3 كلمات. اللي عارف يسال كلمات يرفع ايده. قول يا حسام. Have you got. صح برافو عليك. Have you got. Have you got a brother? Yes I have got a brother. هل لديك أخ؟ نعم أنا لدي إيه؟ طيب مثال تاني. يقول لك No my sister hasn't. No my sister hasn't got a red dress. يلا ركز يا شباب. No my sister hasn't got a red dress. يعني لا اختي ما عندهاش فستان احمر. اعمل سؤال ازاي؟ قول يا عائشه. Good job برافو عليكي. Has your sister got a red dress. هنا يا عائشه جايب لك السؤال كله ايه؟ فاضي. السؤال كله فاضي ومطلوب منك تكتبي الاربع كلمات او الخمس كلمات اللي موجودين. Has your sister got a red dress؟ كده يا شباب الدرس بتاعنا خلص. اللي عنده اي سؤال يرفع ايده بسرعه يلا. نعم. حمار اللي بيتكلم ورا. المفروض got تيجي قبل sister. بس ده يا يوسف سؤال. في السؤال يا يوسف ارجع تاني كده للسؤال. الفاعل وبعدين got. الفاعل هنا يا يوسف كلمة ايه على بعضها؟ اهو. تاخد الفاعل كله طلعه فوق. يبقى في السؤال يا يوسف got بتيجي بعد الايه؟ اللي عنده اي سؤال كمان يرفع ايده. حد عنده اي سؤال؟ Thank you very much. Clap for yourselves. يعني سقفوا لنفسكم.